ولحظات، وانطلقت الآن الجياد في شوطها العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله، الفئة الأولى السعودية جياد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر مختلف الدرجات وعلى مسافة 2400 متر. والانطلاقة السريعة الآن في هذه اللحظات لنوسيكا تايم مع متابعة من ستيراباوت في المركز الثاني، وأيضا وطني يترقب في المركز الثالث مبكرا، ووردلي في المركز الرابع، وستيراباوت الآن إلى الصدارة بفارق بسيط عن نوسيكا تايم صاحبة المركز الثاني. تتقدم نوسيكا تايم وتأخذ الصدارة الآن بفارق طول تقريبا عن ستيراباوت صاحب المركز الثاني في هذه الأثناء، مع محاولات أيضا من وردلي الآن في المركز الثالث، ومتابعة وطني أيضا من الداخل في المركز الرابع، وأيضا محاولة بريك رانك للمنافسة في هذه الأثناء وهذه اللحظات مع هذا الشوط الكبير الذي تجتمع فيه خيرة الجياد المستوردة الموجودة حاليا في المملكة العربية السعودية. ظهور أيضا في هذه اللحظات لكينج اوف ذا دانيس الآن من الخارج، وأيضا صيرور يظهر أيضا من الخارج في هذه اللحظات، وتنافس رباعي على صدارة هذا الشوط. نوسيكا تاي من الداخل، ووردلي، وتعثر لأحد الجياد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونتمنى السلامة. ونكمل معكم هذا السباق، تعثر كينج اوف ذا نيس في هذا الشوط، وعثرت بقية الجياد التي كانت خلفه. نوسيكا تايم في الصدارة في المركز الأول، متابع أيضا من وردلي وصيرور من الخارج، ومحاولات فلاي سولو من الخارج أيضا. هناك جونداتش أيضا من الخارج ينافس، ومحاولات قوية الآن من وطني للتقدم في هذه الأثناء، والتنافس يشتد في الأمتار الأخيرة 200 متر الأخيرة. وطني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وطني إلى خط النهاية منفردا وحيدا، وطني للمجد، وطني للعليا، وطني إلى كاس أبو متعب. ألف مبروك. إذن